فيلمنا بيبدأ مع خان وهو ماشي في المطار. خان ده شاب مسلم مصاب بالتوحد، بيكون واقف مستني دوره وبيردد سورة الإخلاص، لكن في ست بتبص له كده وبتكون مستغربة. فالأمن بيوصل وبيقول له ممكن تيجي معانا. بيفتشوا شنطته وما بيكونش عارف هما بيعملوا معاه كده ليه، وبيفتشوه ذاتي وبيلاقي كل اللي معاه شوية كتب وكاميرا صغيرة، وبيتأكدوا إن ما فيهوش أي حاجة وما معهوش حاجة. لكن لما بيشوفوا جواز السفر بيعرفوا إنه مصاب بالتوحد. وبعد لما بيخلصوا بيعرف ان الطياره اللي هيركبها راحت عليه، وميعاد الطياره اللي بعدها هتكون بعد 7 ساعات، عشان كده لازم يركب اتوبيس ويروح واشنطن بسرعه. بيمشي بعدها وبيروح يقعد في مكان يطلع فيه المذكرات بتاعته، وبيكتب فيها انا بحبك يا مانديرا، وانا عارف انك زعلانه مني، بس انا وعدتك ان هقابل رئيس امريكا، وانا دلوقتي في طريق عشان اقابله. لكن فجأة بتيجي عربية وبتشغل نورها جامد قدامه، وكشافها بيجي في عينه جامد. فبنرجع فلاش باك لورا، وخان بيقول ان والده كان بيشتغل في ورشة عربيات، كل يوم كنت بروح الورشة معاه واتعلمت ازاي اصلح الحاجات البايظة دي، بس كان صاحب الورشة بيعامله معاملة بقسوة جدا. وفي يوم صاحب الورشة ضربه. جري خان على امه وقال لها ان صاحب الورشة اللي ابويا بيشتغل فيها ضربني وطردني منها. فبتقول له ما تزعلش، وبتلعب معاه وبتحضنه وبتطبطب عليه. وبنعرف ان والدته اسمها راضية خان وبتشتغل في تطريز الملابس للناس، وراحت لدكاترة كتير عشان يعالجوا خان ابنها، بس محدش عرف يعالجه. خان متعلق بوالدته جدا وبيحبها. وفي اليوم التاني بالليل الارهابيين بيولعوا في المكان، واهل المنطقة بيقولوا ان الارهابيين دول لازم يموتوا. خان بيكون واقف في البلكونة وبيسمع الكلام ده، وبيدخل البيت ويقعد يردد نفس الكلام وانهم لازم يموتوا كلهم. والدته لما بتسمع الكلام ده بتقول له ما تقولش الكلام ده تاني، وبتحاول تشرح له مش معنى ان اللي عمل التفجير ده في المنطقة مكتوب في بطاقته انه مسلم يبقى كل المسلمين ارهابيين. الاسلام ما فيهوش قتل ولا دم، الاسلام بريء من كل الحاجات دي. لازم تبقى عارف الكلام ده كويس يا خان، ان الاسلام دين السلام. الاطفال في المدرسة كانوا بيضربوا خان على طول ويضحكوا عليه. والدته بتاخده لمدرس خاص وبتقول له ان ده خان ابني وانه ذكي جدا، انا عارفه انك راجل متعلم واخدت شهاده كبيره وعملت ماجستير كمان، انا ابني خان ذكي جدا وكنت عاوزاك تعلمه. الاستاذ بدا يعلم خان حاجات كتير، لحد ما في يوم كان خان رايح للاستاذ زي عادته ولقى المكان كله متغرق ميه. الاستاذ بيطلع وبيقول له امشي يا ابني النهارده مفيش درس، ومش هتعرف تعدي من الميه كتير اللي قدام البيت. لكن خان ذكي جدا بيقوم مثبت عجله في نص الميه، وبيشوف انه مركب جهاز فيه خرطوم بيسحب الميه كلها لبره، واخيرا بيطلع الميه من المكان بالكامل. من بعدها والدة خان بقت مشهوره جدا في المنطقه كلها، وكل اللي عنده حاجه بايظه بيجيبها لها عشان ابنها يصلحها. ابنها الصغير بيكون كسب جايزه كبيره في المدرسه وعاوز يقول لوالدته عليها علشان تفتخر بيه، لكن بتكون مش متركزه معاه وبتحكي للناس عن خان وما بتدلوش اي اهتمام. فبيتعصب وبيروح يكسر الحاجات اللي قدام خان لان والدته بتحبه اكتر منه. لكنها بالليل بتطبطب عليه وبتقول له ما تزعلش مني. خان هو كمان بيطبطب عليه لكن ما بيكونش طايق خان خالص. وبتمر الايام والاتنين بيكبروا، واخو خان لما بيوصل ل 18 سنه بيجهز شنطته علشان يسافر الى امريكا لان جاله منحه دراسيه هناك، وبيستقر هناك وبيتجوز كمان وما بيرجعش الهند تاني. وبتمر السنين ووالدة خان بتموت، وذاكر اخو خان بيجي يحضر دفنتها، وخان بيقول له انه وعد والدته قبل ما تموت انه هيسافر امريكا ويتجوز هناك هو كمان ويستقر ويعيش حياه سعيده. بيوصل خان لمدينة سان فرانسيسكو في أمريكا، وهناك بيقابل ذاكر أخوه وحسينة مراته اللي بتكون مستغربة من حركات خان اللي قدامها اللي ما كانتش طبيعية. وبنعرف إن دراستها في علم النفس وتقريبا فهمت وعرفت الحالة اللي خان مصاب بيها. بتحط قدامه كوباية شاي لونها أصفر لكن خان بيكسرها. عرفت وقتها ان خان مصاب بحاجة اسمها متلازمة سبيرجر، ودي حاجة كده زي التوحد، وان اكتر حاجة بيخاف منها هي اللون الاصفر. ده غير انه بيخاف من الناس الجديدة والاماكن الجديدة اللي اول مرة بيشوفها، حتى انه بيكره كمان الاصوات العالية. فبتديله كاميرا وبتقوله ان دي زي التلفزيون كده، ويفتحها كل ما يروح اي مكان جديد ويبص منها على الحاجات اللي قدامه علشان ما يخافش منها. ذاكر اخوه بياخده للمكان اللي بيشتغل فيه وبيقول له انه دلوقتي بقى اكبر موظف مبيعات في الولايه كلها ولازم يتعلم منه علشان يكون له مستقبل. في اليوم التاني خان بيلف على المحلات وبيسلمهم البضاعه، وبيسلمها لصاحبه المحل اللي بتستقبله كويس قوي، وبتقول له نورتنا، شكلك هندي زيي. على فكره بقى انا كنت ملك الجمال الهندي زمان. فخان بصراحه صريح جدا بيقول لها ملك الجمال ايه بس، ده انت وشك يقطع الخميره من البيت. الستات اللي في المحل كلهم بيضحكوا وهم مصدومين لانه صريح اكتر من اللازم. وبتظهر مره واحده مانديرا اللي بتضحك بصوت عالي جدا على كلام خان، وبيبص لها خان وخلاص الواد وقع في حبها من اول نظره. بتروح لمانديرا وبتقول له عاوز تقص شعرك ولا تعمل ايه بالظبط؟ قال لها لا انا اسمي خان، عارف انكم ممكن تكونوا شايفيني غريب شويه، وده لاني مصاب بمتلازمه توحد، وده مش معناه اني مجنون.
وعلى فكرة أنا ذكي جدا وبفهم بسرعة وبحب أعمل خير وأفيد الناس، وجيت هنا النهاردة علشان أبيع لكم مستحضرات التجميل دي، والمنتجات دي جميلة جدا. بقى كل يوم خان بيروح لمنديرة بعد ما بتخلص شغل عشان يبص عليها من بعيد ويفاجئها ويقول لها تتجوزيني، لكن بيجي لها تليفون وبترد عليه وبتكلم واحد اسمه سام وبتقول له انا هجيلك دلوقتي. بعدها بتروح لسام وبنعرف ان ده ابنها وبتوصله المدرسة وبترجع المحل اللي بتشتغل فيه. بيجي لها خان تاني ويقول لها تتجوزيني بقى، بتقول له انا مش عاوزة اتجوز اصلا، سلام بقى دلوقتي. ولما بتخلص شغل بتطلع تلاقيه واقف مستنيها وجايب لها شوية بلالين، لكنه بيشوف معاها جاكيت باللون الاصفر فبيخاف وبيجري بسرعه. هي ما بتكونش فاهمه هو عمل كده ليه، فبيقول لها انه بيكره اللون الاصفر وبيقول لها ما تلبسيش اللون الاصفر تاني، ويقول لها تاني تتجوزيني. بتقول له ما خلاص بقى خان، هو انت فاكر الجواز ده لعبه؟ انا لسه عارفاك من كام يوم. خان بيقول لها هما فعلا كانوا كام يوم، بس انا حاسس ان اعرفك من سنين كتير قوي. فبيعدي قطر كهربائي وبيقول لها ان القطر ده تم صناعته سنه 1873. بتقول له على فكره انا مش محتاجه اعرف اي معلومات لاني عارفه كل حاجه عن المدينه اللي انا عايشه فيها دي. بيقول لها انت كدابه عشان مستحيل تكوني عارفه كل حاجه. قالت له لا انا متاكده انا عارفه كل حاجه هنا. قالت له طب اقول لك على حاجه، ايه رايك لو وديتني مكان جديد في المدينه لسه ما شفتوش قبل كده، وقتها هوافق اني اتجوزك. قال لها انت بتتكلمي بجد؟ خلاص اتفقنا. وبيحاول خان انه يوريها اماكن جديده تكون لاول مره يشوفها، ولكنه بيفشل بسبب معرفتها بكل الاماكن الموجوده. وفي يوم بيخبط عليها خان الفجر وبيقول لها انت لازم تيجي معايا حالا دلوقتي عشان اوريكي مكان جديد. وبيطلعوا في مكان عالي وبتفتح عينيها على منظر الشروق في سان فرانسيسكو، وبتشوف منظر اول مره تشوفه، وساعتها بتوافق على الجواز من خان. وبعدها بتحصل احداث 11 سبتمبر وده اللي قلب حياه رضوان خان بالكامل هو ومنديرة. وزاد التعصب جدا وقتها ضد المسلمين، وانتشر العنف في كل الولايات، وزاد التنمر على حسينة مرات اخوه بسبب حجابها، وده اللي اجبرها على انها تقلعه. وبيخسر سام ابن منديرة صديقه الوحيد اللي توفى والده اثناء تغطية الاخبار في افغانستان. وبيزيد التنمر على سام في المدرسة بسبب الاحداث لدرجة انه بيتعرض للضرب من زمايله، وده اللي بينتج عنه وفاة سام. وبتعرف منديرة من محقق الشرطة ان سبب وفاة ابنها هو التعصب الديني وانه مات بسبب انه مسلم، وبتلوم رضوان خان جوزها وبتطلب منه انه يسيبها ويمشي وانها مش عايزة تشوفه تاني، وبتطرده من البيت لان هو السبب في اللي حصل. وبيسألها خان بتلقائية امتى اقدر ارجع؟ فقالت له لو عايز ترجع البيت لازم تقول لكل امريكي ان اسمك خان وانك مش ارهابي. وقالت له روح لرئيس امريكا وقول له ان ابني كان مسلم ومش ارهابي. وبيبدأ خان في رحلته لمقابلة رئيس الولايات المتحدة، وبيحاول انه يجمع فلوس من خلال صيانة السيارات اللي على الطريق، وبيقابل مختلف الناس في طريق سفره. وبيقابل واحدة اسمها ماما جيني وجوي ابنها اللي عايشين في بلدة صغيرة فيها 204 شخص بس، فبيعيش معاهم لفترة وبيتحرك بعدها على لوس أنجلوس لأن الرئيس عنده زيارة للحرم الجامعي هناك، فبيقدر إنه يوصل قبل ميعاد الزيارة ب3 أيام. وأثناء ما هو بيصلي في يوم سمع خطبة من الدكتور فيصل الرحمن، وهي خطبة عنصرية ضد غير المسلمين، وده اللي خلى خان يعترض على الخطبة ويوصف الدكتور إنه شيطان كاذب وعنصري، ويبلغ عنه المباحث الفيدرالية كمان، وبيتم القبض عليه. وبيجي وقت الزيارة وبمجرد ما بيشوف الرئيس وهو واقف وسط الحشود يبدأ يهتف وبيقول أنا اسمي خان وأنا مش إرهابي. وبتحصل ضجة حواليه بسبب ده، بسبب كلمة إرهابي اللي قالها بصوت عالي، والكاميرات بتصوره، وبيتم القبض عليه والتحقيق معاه وتعذيبه، وبيدخل السجن. لكن من ضمن الكاميرات اللي صورته شاب اسمه راج اهتم بقضية خان جدا، وكان بيحاول يعرف كامل قصته، وبيستعين بهاكر لمعرفة أي معلومات عن رضوان خان، وبيعرض قضيته على قناة إخبارية. فبيعمل لقاء مع أخوه ومراته، وبتتحول قضية خان لقضية رأي عام، وبيتم الإفراج عنه لما بيتأكدوا إنه ساعد في اعتقال دكتور فيصل الرحمن. وأثناء خروجه بيشوف منديرة قدامه، لكنه بيمنع نفسه إنه يقابلها بسبب وعده ليها إنه هيقابل الرئيس الأمريكي. وبيعرف من الأخبار إن في إعصار ضرب مدينة جورجيا ودمر البلدة كلها اللي فيها ماما جيني وجويل، فقرر إنه يروح لهم ويساعدهم. وفعلا وصل، لقى البلدة كلها متدمرة وغرقانة وكل أهاليها موجودين في الكنيسة. وبيعرف راج هو فريقه الإخباري إن خان موجود في البلدة دي، فبيقرروا يساعدوهم قبل الكنيسة ما تنهار عليهم من قوة الإعصار. وبيتم تداول أخبار إن خان موجود في المنطقة دي بيساعد الناس وبيحاول ينقذ الناس كلها في البلدة لوحده، وإن الإنسان الوحيد اللي راح يساعد البلدة دي هو نفس الشخص اللي اتهموه إنه إرهابي. وده كان سبب في إن مواطنين كتير منهم ومنهم أخوه ومراته يروحوا يساعدوا أهل البلدة وينقذوهم من الموت والغرق المؤكد. فبتوصل أخباره لأحد المتنافسين على مقعد الرئاسة، وكان وقتها المرشح اسمه باراك أوباما. وكان من ضمن اللي شافوا الأخبار ريس صديق سام
وقرر انه يعترف لمانديرا انه عارف مين اللي قتل سام وانه كان خايف يعترف، وتم القبض على اللي قتلوه. وبتقرر مانديرا انها تسافر لخان اللي بيتعرض لمحاولة قتل على يد احد المتطرفين تبع دكتور فيصل رحماني اللي اعتقل بسبب بلاغ خان عنه. فبينقل رضوان خان للمستشفى في جورجيا، وده في نفس الوقت اللي فاز فيه الرئيس اوباما بالرئاسة. وبيعرف خان ان الرئيس هيزور ولاية جورجيا وبيحاول يقابله، ولكنه بيوصل متأخر عند مغادرة الرئيس الامريكي. ولكن في النهاية بيفاجئنا الرئيس انه رجع تاني لمبرده شخصيا، وبيقدر فعلا انه يقابل الرئيس الامريكي. ولما بيقابل الرئيس الامريكي بيقول له انا اسمي خان وانا مش ارهابي، وكده نفذ الوعد اللي قاله المانديرا. متطرفين كتير قوي بيضحكوا على عقول الناس وخصوصا الشباب باسم الدين. ديننا هو دين الاسلام، والاسلام هو دين السلام وليس دين القتل والغدر. فيلمنا بيخلص لحد هنا. لو عجبك الفيلم ادعمنا بلايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد.